السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متابعينا احبابنا في الله. تابعوا معنا مشاهدينا الكرام اخر فيديو لملعب تيزي وزو. ملعب تيزي وزو الذي يعتبر من الملاعب التي سترشحها الجزائر رسميا لاحتضان كان 2025، وذلك بعد بناء فنادق فخمة من 5 نجوم. ملعب تيزي وزو حاليا في القائمة الاحتياطية للملاعب التي ستحتضن كان 2025، لكن السلطات العليا في البلاد ستقرر وضع الملعب في الدرجة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من كل البنى التحتية. ومن المرتقب أن يتم تنصيب اللوحات الإلكترونية في الملعب بداية من الثلاثي القادم لسنة 2023 إن شاء الله، وهي نفس الألواح التي نصبت في ملعب عنابة الدولي، وستكون هذه اللوحات محيطة بكل الملعب. كما تشاهدون متابعينا الكرام، ملعب تيزي وزو يعتبر فخر الملاعب الجزائرية حاليا، ومن أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر في تاريخه، لكن كل ما ينقص المدينة هو البنى التحتية، والتي من المرتقب أن تكون جاهزة إن شاء الله مطلع العام المقبل بإذن الله. شاهدوا معنا متابعينا الكرام جمال هذا الملعب الفخم. من المرتقب أن يتم افتتاح هذا الملعب في السداسي الأول من سنة 2023 بإذن الله، فقد تم الانتهاء رسميا من كل الأشغال المحيطة في الملعب. تم تسييج الملعب بالكامل وتزييفه، وكل ما ينقص الملعب هو الألواح الإلكترونية، وستكون هذه الألواح إضافة كبيرة للملعب، وستنصب هذه الألواح في محيط الملعب وفي المدرجات العلوية كما تشاهدون في الصورة أحبابنا في الله، لتشابه الملاعب العالمية التي وجدت في مونديال قطر 2022. ملعب تيزي وزو سيكون ملعب فخم وفاخر بإذن الله، وسيكون من أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر في تاريخها. في الأخير متابعينا الكرام، إن أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناتنا فما عليكم سوى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. قناة فوت بلس سبور، موطن الأخبار الحصرية. سلام.